ازيكم عاملين ايه؟ بعد الفيديو ده مش هتشتروا طحينه من بره تاني، لان احنا عملنا النهارده الطحينه البيتي الحلوه جدا جدا، قوام مظبوط قوي قوي. عارفين احنا بنحطين ايه او استخدمنا ايه، واوفر من الجاهزه بكتير جدا جدا. شايفين قوامها عامل ازاي؟ بجد قوامها تحفه، ما فصلتش خالص بعد ما قعدت، لا مظبوطه جدا جدا. هنمشي مع بعض على الطريقه بالظبط، هتطلعوا احلى طحينه. يلا بينا. هنجيب الطاسة بتاعتنا، هننزل فيها بربع كيلو من السمسم الابيض. هنبتدي ان احنا نقلب كده فيه لحد ما يسخن معانا، ويبتدي ان هو حاجات منه قليلة قوي ان هي تلون معانا. تمام. وبعد كده هننزل بربع معلقة صغيرة من الملح، مش اكتر من كده. تمام. وهندي كده تقليبة الملح مع السمسم بتاعنا كده. خلاص بعد ما السمسم بتاعنا خلاص هو سخن وابتدى منه حاجات تلون زي ما انتوا شايفين، هبتدي ان انا انزل بيه في الكبة من غير اي اضافات، وابتدي ان انا اطحنه حلو قوي قوي. كبة بقى او مطحنة المتاح عندكم. انا هنا هوريكم هوصل يعني لشكل ايه بدون اي اضافات. تمام. هنستمر في الضرب، هو هياخد وقت معانا الاول في الضرب. شايفين هو قلب الطحينه بدون اي حاجه، شايفين هي عملت ازاي؟ هو ده القوام اللي انا محتاجاه. هاجي بقى في نفس الطاسه هنزل بنص كوبايه من الدقيق، مش اكتر من كده. تمام. طبعا اهم حاجه يعني في الطحينه ان احنا بنعملها كمان في البيت، ان احنا ضامنين مش مستخدمين بقى كميه كبيره من الدقيق زي اللي بنشتريها من بره خالص. بعد برضو ما سخنت الدقيق بتاعنا معانا، شايفين قوام الطحينه عامل ازاي؟ خلوا بالكم انا لسه مضفنالوش اي حاجه. هنزل انا هنا معايا 3/4 كوبايه من الزيت، نزلت بشويه منها، وبعد كده نزلت بالدقيق بتاعنا، وبعد كده نزلت بباقي كميه الزيت، وابتدي اضرب بقى في الطحينه مع الزيت مع الدقيق. حلوه قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا حبيت برضو ان انا اوريلكم ربع كيلو السمسم طلع لي قد ايه بالظبط بالجرام. وهنا هيكون طلع معايا في النهاية 390 جرام زي ما انتوا شايفين دلوقتي. تقدروا بقى تحسبوها وتشوفوا ربع كيلو السمسم بكام، وهيطلع معانا 390 جرام. قد ايه هيكون موفر؟ انا واثقه ان هو اكيد هيبقى موفر طبعا، وكفايه ان احنا مش ضايفين له كميه دقيق كتيره زي اللي بنشتريها من بره. لو عجبكم بقى الفيديو مش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.